كنت من فترة قاعدة في كافيه، كان عيد ميلادي. فكنت لابسة حاجة جديدة بما انه عيد ميلادي بقى، فانا مبسوطة وعايزة البس حاجة جديدة بحتفل. الحاجة الجديدة دي انا نسيت اشيل التيكت من عليها. فوانا قاعدة مع اصحابي لقيت بنت كيوت، فيري كيوت، جاية بتقولي قبل ما تبدأ كلامها وقبل ما تقول اي حاجة، قالت لي انا عايزة اقولك حاجة وانا زيك بالظبط والله العظيم. بصيت لها كده واستغربت، انا زيك مين؟ انا ما اعرفهاش. انا استغربت الدخله. بتقولي بصي، هو انت التيكت بتاعك ظاهر بس انا عارفه والله انا زيك بالظبط، انا برضو بنزل كتير وبنسى التيكت عادي وانا بس حبيت اقول لك ومفيش اي حاجه ولو عايزاني ادخلها لكم. فدي كانت فيري كيوت، رفعت الحرج تماما، ما حسستكش ان انت حد غريب او انت فيك حاجه غلط او اي حاجه. وسبحان الله، تعدي الايام برضو واكلم حد من زمايلنا وحد تايتل كبير، فكنت بكلمه على حاجه في الشغل وكده، فبقوله انا اسفه طبعا ان انا ما عنديش خلفيه باك جراوند عن البيزنس بتاع الاداره دي، فانا بس حابه حضرتك بس تكوبريت بس عشان نعرف نشتغل مع بعض. قال لي ولا انا كمان عارف الباك جراوند عندك وبتعلم منك. فحسيت قد ايه اللطف في الكلام. البنوته دي ما جت وقالت لي الكلام ده انا ما حسيتش باي احراج، واخدناها يعني بضحك وهزار وبتاع، وانا كملت خروجتي عادي في وسط اصحابي ومفيش اي مشكله وما اتضايقتش ولا اي حصل اي حاجه. لما كلمت الشخص اللطيف ده برضو عندنا في الشغل، بما انه تايتل كبير وكده، انا برضو كنت شايله هم المكالمه لان انا بكلمه في بروجكت كبير وعايزه يعني اشرح له حاجات كتير، وانا للاسف ما عنديش الباك جراوند اللي تاهلني ان انا اعرف اخد ديسيشن او قرار بعد المكالمه دي، او نشوف النكست ستيبس او الخطوات الجايه. فلقيته بكل لطف هو كمان بيقول لي وانا كمان ما عنديش الباك جراوند بتاعت الاداره بتاعتك، فانا كمان بتعلم منك. فقد ايه الناس دي بتشيل حاجات كتير قوي من علينا، يعني بتشيل احراج، شيل هم. يعني لو انت كنت شايل هم مكالمه، شلت وانت قاعد كده حصل لك الموقف ده، فحد بيرفع عنك الحرج وبيقول لك ان دي حاجه عاديه وكلنا بنعمل كده وبننسى ومفيش اي حاجه وبتاع، وانا بساعدك عشان الموضوع يعدي. قد ايه الناس دي جميله، وقد ايه ان انا بتمنى يا رب يا رب يا رب ان انا اكون من الناس دي. ولما حد يفتكرني مثلا يفتكرني ان انا كنت شخص خفيف عليه، مش محملاه اي هم مثلا.